كمان القصر بتاعك أنا خدته، أصله عاجبني قوي. عايسة شدها بغضب وهو بيحاول يستوعب المصيبة اللي هو فيها. ده أنا هخرب بيتك بقى، انتي تشتغليني وتضحكي عليا؟ رجعي كل حاجة وإلا قسما بالله هوديكي في 60 داهية. أنا كده هزعل. طب ليه؟ ما أنا كنت عاوزة نتعامل بهدوء من غير مشاكل. كده هتضطريني أطلب البوليس، وأنا لو طلبته مش هتنازل عن حقي. حق إيه؟ حق إيه يا مجنونة انتي؟ دي كل حاجة خدتيها بتاعتي وبفلوسي وبشقاية، تيجي انتي وتاخديها على الجاهز. بقولك ايه، رجعي لي فلوسي وأملاكي وإلا. لا وإلا إيه؟ مش هتقدر تعمل أي حاجة. خلاص فوق واعترف إن أنا هزمتك وإن أنت وثقت في الشخص الغلط. بذمتك حد يجيله الأملاك دي كلها ويرفض برضه؟ حتى فلوسك اللي في البنك حولتها لي، وأنا كنت قصدي أعمل كده علشان أعرفك لما تكون لوحدك محدش هيساعدك طول ما أنت معكش فلوس. عايسة كان هيتجنن من برودها وإنها مش حاسة باللي عملته فيه، وكان لسه هيضربها، لكن بسرعة ظهر المحامي بتاعه وصديقه علاء. عايسة بيه، من فضلك تعالى معايا وأنا هشرح لك كل حاجة. تعالى معايا، احنا مش عايزين مشاكل أكتر من كده. عايسة بجنون، أجي معاك فين؟ دي خدت كل حاجة، عارف يعني إيه؟ حتى القصر والشركة والفلوس اللي في البنك، وما سبتليش أي حاجة خالص. أيوه أنا عارف كل ده، تعالى عشان نتفاهم بعيد. اللي بتعمله ده مش هيفيد بحاجة وهيضرك أكتر. عايسة بصدمة، يعني إيه؟ أنا فعلا كل حاجة اتاخدت مني، ما بقاش حيلتي غير العربية اللي أنا قاعد فيها دي معاك. أنا مش مصدق إن فريدة تعمل كده فيا. عايسة بيه، أنا حذرتك من الخطوة دي وإنت اللي صممت عليها وقلت لي إن إنت واثق فيها. دي بتحبني قوي وهتبقى مراتي وطيبة ومفيش زيها. اشرب بقى. خلاص يا علاء انت كمان. انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ طب اعمل ايه علشان ارجع فلوسي؟ انا مستحيل اسيبها كده، ان شاء الله موتها. المهم ما خليهاش تنتصر عليا وتاخد شقاية وشقة عيلتي اللي تعبنا في سنين. اهو ده بقى اللي اسمه غباء، لانك هتستفاد ايه لو عملت كده غير انك هتتحبس، والفلوس علشان باسمها هتروح لأي حد من عيلتها. يبقى الحل ان احنا نهدى كده ونشوف حل بالتراضي، حتى لو ترضى تسيب لك اي جزء تعيش بيه. انت بتقول ايه انت كمان؟ هو انا كمان هتحايل عليها علشان تديني حاجتي عايش بيها؟ انت مستوعب المصيبة اللي انا بقيت فيها؟ وبعدين فين الناس بتوعي؟ فين الموظفين وفين زمايلي واصحابي؟ كلهم سابوني وراحوا فين؟ حاول تتصل بيهم، هم اللي هيكونوا جنبي ويجيبوا لي حقي منها. انا اسف يا عيسى في اللي هقوله لك ده، بس الوضع اتغير دلوقتي. الموظفين مشوا مش عشان هي اللي مسكت الشركة، لا عشان هي قالت انها هتقلل النسبة والفلوس وراح يدوروا على مكان تاني يشتغلوا فيه. وبالنسبة لاصحابك واصدقائك اديك شايف، عمالين نتصل بيهم ومحدش منهم راضي يعبرنا، لان اكيد وصل لهم الاخبار وفاهمين ان احنا هنطلب منهم فلوس او مساعدة. ده انا ياما ساعدتهم وانا اللي عرفتهم على الشغل عشان يكونوا كبار. بقى دي اخرتها، اول ما اقع في مشكلة محدش يعبرني والكل يتخلى عني، هو انا خلاص بقيت لوحدي فعلا. وهنا افتكر كلمة البنت بياعة العيش اللي قالت له ان اول ما الفلوس اللي معاك تختفي محدش هيعبرك. عايسة بحزن، الظاهر كان معاها حق وانا اللي ما فهمتش ده الا متأخر. كل حاجة ظهرت على حقيقتها خلاص. ممكن تهدى شوية يا عيسى، انت في الاخر معاك العربية دي ممكن تفيد بأي حاجة. المشكلة دلوقتي هتبات فيه. قولي صحيح، هو بيت اهلك القديم فين؟ ما تروح تقعد فيه، على الاقل محدش هيطلب منك ايجار، وفريدة عمرها ما هتاخده منك لانها عينها على القصر والشركة. انما ده بيت في حارة شعبية وبسيط مش هيجيب حاجة. وبعد مرور اسبوعين في بيت ليلى صحيت على دوشة في البيت اللي قصادها، فقامت ليلى وقالت هو ايه الصداع اللي على الصبح ده؟ اكيد هم العيال الصغيرين ولاد الجيران اللي مش عارفين يربوه. هو انا لحد امتى هفضل اشتكي من الموضوع ده واهاليهم مش عاوزين يلموه؟ انا واحدة شقيانة من صباحية ربنا وعاوزة ارتاح. ليلى اتفاجئت ان الصوت زاد فقامت بغضب وخدت معاها جردل المية، فتحت الباب واتفاجئت ان باب الشقة اللي قصادها مفتوح. نهارهم مطين ب60 نيلة، هم كمان فتحوا باب الشقة اللي مش مسكونة. هو فين صاحب العمارة؟ اكيد طبعا قاعد على ودانه ونايم. والله ما حد هيربي العيال دول غيري النهارده. ليلى اول ما لقيت حد خارج من الشقه بدون تفكير رفعت جردل الميه ورشته في وشه، لكنها تنحت بصدمه لما لقيت اللي قدامها نفس الشخص المغرور اللي خبط فيها من كام يوم ووقع لها العيش. عيسى بغضب، انت مجنونه يا بنت انتي؟ انا برضه كان لازم اعرف ان قله الادب وقله الذوق دي ما تجيش الا من واحده زيك. ايه اللي انت هببتيه ده؟ طب المره اللي فاتت وقلنا كنت هخبطك بالعربيه، المره دي انا كلمتك دلوقتي. ليلى بتوتر، هو انت هنا بتعمل ايه؟ اقصد يعني ايه اللي يجيب بيه زيك مكان زي ده؟ وانت مالك بتتدخلي ليه في اللي مالكش فيه؟ لما يكون بيتك بيتكلمي.
ما تحترم نفسك يا راجل انت. هو انت كل ما تشوفني لازم تقعد تتخانق معايا؟ وبعدين مالي ونص، انا ساكنة هنا في نفس العمارة ولازم اعرف كل حد بيجي هنا البيت لا يكون حرامي ولا هيعمل فيا حاجة وانا لوحدي. وانتي حتى الحرامي هيعمل فيكي ايه؟ كفاية بس تسيبي لسانك الطويل ده عليه، على جنة ولا على نار حتى. ما تخافش قوي كده يا اخويا، انت عايش وبفضل لحقتك بعد ما اتعجنت من الناس اياهم. عيسى ابتدى يفتكر اللي حصل وقال باستغراب: هو انت اللي نقلتيني هنا على السرير؟ ومين اللي عالجني؟ ناديت على صاحب العمارة وهو اللي شالك معايا وانا اللي عالجتك. ما تقلقش، كنت شغالة فترة كده في صيدلية وعارفة شوية حاجات، يا ريت بس يتمر في الاخر اللي حتى ما سمعت كلمة شكرا. عيسى اتنهد بحزن وقال: شكرا يا أنسة على كل حاجة عملتيها معايا، كفاية ان عمرها ما كانت هتيجي من القريب. متهيألي حتى كل الناس اللي ساعدتهم في حياتي لو كانوا شافوني في الحالة دي كانوا عملوا نفسهم مش واخدين بالهم، عشان كده شكرا فعلا. ليلى بصت له باستغراب من كلامه، بس حست ان هو موجوع رغم كل الغرور والتكبر اللي بيرسمهم دايما. طيب انا هروح شوية واجيلك. عيسى ما ردش عليها، لكنها بعد شوية جابت له اكل، وهو عشان كان بقاله كام يوم جعان من قلة الفلوس فضل ياكل كل الاكل من كتر حزنه وحالته النفسية. عيسى بكسوف: متشكرة على الاكل، طعمه حلو قوي، بس اكيد كلفك كتير. هو حسابه كام؟ لا خليها علينا المرة دي، ده واجب ما بناخدش قصاده فلوس، المهم انك بخير. عيسى بصلها كتير وقال: بس لازم اعرف تمن الاكل كام. كفاية انك اكيد عشان تعالجيني اشتريتي حاجات على حسابك، وانا مش معايا فلوس دلوقتي، بس اكيد هدفعلك اول ما يكون معايا. ده انت بتشتغلني بقى ولا بتغزي العين؟ انت مش معاك فلوس بأمارة المرة اللي فاتت لما شفتك، ولا العربية بتاعتك الكبيرة اللي راكنة تحت؟ ده انت تشتري المنطقة كلها باللي فيها. عايسى بحزن: بلاش تريقة عشان الحاجات دي كلها مبقتش معايا، بس انا اكتشفت ان انت معاكي حق في الكلام اللي قلتيه المرة اللي فاتت. اول ما الفلوس تختفي كل اللي حواليا كمان هيختفوا ومحدش هيساعدني، انما الناس اللي بيساعدوا من غير مقابل هم اللي هيفضلوا جنبي، وانا للاسف ما لقيتش حد يساعدني من غير مقابل عشان يفضل جنبي. هو انت يا عم بتشتغلني ولا ايه حكايتك بالظبط؟ الغريبة انك هادي مش هتتعصب عليا وقاعد تتعامل معايا عادي كده من غير تكبر. الهدوء ده كله وراه حاجة ولا انت فعلا اتهديت؟ هو انا كنت صعبة قوي كده؟ على العموم انا اسف، حقك عليا، اوعدك ان انا مش هعمل حاجة تاني تضايقك. انت فعلا طيبة يا اسمي ليلى. بص انا لازم امشي بقى عشان بقالي كتير قاعدة هنا وكده ما يصحش، وكمان عندي شغل، بس هخلص وهحاول اجيلك منها اطمن عليك ولو عاوز تحكي حاجة. سلام عليكم. عيسى ما ردش عليها وهي مشيت، وفضل يفكر فيها طول اليوم كتير ومش مصدق ان في حد لسه طيب زيها كده وبيساعد من غير مقابل، خصوصا بعد اللي شافه، وكان بقاله كتير جدا ما شافش حد كويس كده. حتى علاء صاحبه المقرب من ساعة ما وصله هنا ما جاش شافه، ده حتى كان آخر أمل ليه إن ممكن حد يفضل جنبه. ليلى بصدمة: كل ده حصل معاك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الولية اللي ما عندهاش دم دي؟ الواحد شاف ناس كتير طماعة، لكن ما شاء الله خطيبتك دي عدت ليفل الوحش. بس أقولك على حاجة وما تزعلش، العيب منك انت، إزاي كنت واثق فيها كده؟ عارف، وبضرب نفسي 100 جزمة إن أنا وثقت فيها وكل الناس اللي حواليا، مش هي بس كنت لوحدي ومحتاج حد يحسسني إنه بيحبني وجنبي مستعد يعمل أي حاجة عشاني. وهي دخلت عليا من السكة دي وفعلا كانت بتعمل كتير عشان تبين لي إنها طيبة وغلبانة، فقلت ما أنا كمان عاوز أرد لها الثقة دي ورحت لبست في الآخر. عود نفسك حتى لو واثق في حد ثقة عمياء وهو طيب ما ينفعش تعمل كده برضه. الثقة الزيادة هي لوحدها اللي بتقلب البني آدمين على بعض. ما أنا للأسف اتعلمت ده متأخر، يا ريتني أقدر أرجع الزمن لورا وما كنتش عملت كل ده. هو أنت للدرجة دي ما كانش عندك حد من أهلك خالص ولا حد ابن حلال ممكن يساعدك ويديك قرشين تشغلهم وترجع تاني؟ هو صحيح الأيام دي محدش بيسلف حد، بس أنت حسب اللي أنت حكيته إنك ياما ساعدت ناس كتير. ما تطلب منهم. بابا وماما الله يرحمهم ماتوا وأنا صغير وأنا ماليش إخوات، جدي هو اللي كان مربيني وهو اللي عودني على الشغل وعرفني كل أصول الشغلانة، وأول ما ابتديت أتعلم سابني أكمل لوحدي، وبعدها هو كمان مات وبقيت قرايبي عايشين بره، بس ما فيش أي ود بينا خالص يخليني أطلب منهم بقلب جامد أي حاجة. بس أنا بقولك استلف منهم، مش هتاخد منهم الفلوس كده يعني، أو حتى يا سيدي اكتب لهم وصل أمانة. هو ايه اللي انت بتقولي ده بس يا ليلى؟ يعني عاوزاني اورط نفسي اكتر في فلوس؟ معاكي حق فعلا، بس مين بقى كان يتوقع ان يحصل ده؟ المشكله ان انا بقيت شاكك في كل الناس حواليا، حتى علاء اللي اختفى فجاه، وفريده، الناس اللي بعتتهم يضربوني عشان تحرمني اجي القصر بتاعي تاني، ولا حتى الشركه. ده كله بيحسسني ان في لعبه كبيره بتتلعب من ورايا وانا مش عارف اولها من اخرها.
هو انت شاكك في ايه بالظبط؟ هو مش علاء ده الوحيد اللي ساعدك وفكرك بالبيت ده وهو اللي جابك هنا؟ هيغدر بيك ليه هو كمان؟ اللي حصل لي ده كله يخليني اشك في صوابع ايدي وابقى غبي لو وثقت فيهم تاني، وانا مش بعمل حاجة غير اني افكر في كل حاجة حصلت على امل اوصل لاي طرف يوصلني للحقيقة، خصوصا ان علاء اختفى من ساعة ما جابني هنا، وفين وفين لما بيتصل بيا ويقول لي اديني بحاول مع فريدة بس خليك انت مكانك. طب وانت هتعرف كل ده منين؟ ما انت اهو بس حاول تتقرب منها تاني، بعتت ناس تضربك، والمرة الجاية ممكن تعمل ايه؟ انا عاوز حد يكون ما يعرفوش ولا علاء ولا فريدة، يكون قريب منهم ويقول لي كل تحركاتهم، بس مش عارف ممكن اثق في مين تاني. ليلى سكتت شوية بتفكير وقالت هو انت مش قلت ان اللي اسمها فريدة دي مشت كل الموظفين اللي عندك وبتجيب ناس جديدة؟ ايه رأيك لو انا رحت عملت نفسي موظفة جديدة وعاوزة اشتغل واحاول كده اتطقص على كل اللي بيحصل هناك واسمع اي كلمة واعرف اللي فيها؟ ما ينفعش طبعا، انا مش عاوزة اعرضك للخطر عشان دي مشكلتي وانا اللي هحلها يا ليلى، وبعدين لازم عشان تشتغلي في الشركة يكون مؤهلك عالي. تشكر يا ذوق، بس انا مؤهلي عالي على فكرة، اللي قدامك دي معاها شهادة كبيرة بس الزمن والظروف هما اللي عملوا فيا كده وخلوني بياعة عيش، ما اصلي معيش واسطة بقى زي الناس اللي زيكم. انت زعلتي يا ليلى؟ انا والله ما اقصدش، بس انا بجد مش عاوزة اورطك في مشكلتي، حقك عليا ما تزعليش، انا اسف ما اقصدش حاجة وحشة، انت اللي خدتيها كده، انا خلاص اللي بقيت فيه ده غيرني كتير وعمري ما هعمل حد بتجبر تاني. ما هو باين. متشكرة. الظاهر انا ما قداميش غيرك فعلا، وعشان ما حدش يشك فيكي انا هفهمك ازاي يثقوا فيكي ويشغلوكي على طول، ادربك يعني، ده شغلي وانا عارف كويس قوي ايه هي المواصفات اللي اي شركة بتدور عليها في الموظفين، بس بشرط اضحكي بقى، كفاية الغم اللي انا فيه، يلا ما تخبيش ضحكتك الحلوة دي عني تاني اللي بتحسسني بالامل. ليلى بكسوف ها ماشي تمام يلا قول. ليلى فعلا راحت تقدم في الشركة واشتغلت هناك اكتر من اسبوعين، وكانت مش ملاحظة اي حاجة غريبة، وحست فعلا ان خطتها هتفشل مش زي ما هي شكت. عايزة كان بيكلمها على التليفون باحباط وقال ليلى اسمعي كلامي وارجعي، خلاص احنا شكلنا كده ظلمنا علاء وتوفيق، انا مش عاوز حد يعرف انك تبعي وتتضري، عشان كده خلاص سيبي الشغل وارجعي. يا سيدي سيبني حتى اكمل الشهر، ممكن يكون في حاجة كده ولا كده تظهر، وبعدين ما تقلقش محدش واخد باله مني ولا مركز معايا، وانا برضو مخليه بالي، هو انا سهله يعني؟ يا بنتي هو انا هستنى لما يجرالك حاجه؟ قلتلك ارجعي خلاص يا ليلى وانا هحاول احل الموضوع لوحدي. وهنا قبل ما تتكلم ليلى لاحظت ان في واحد عمال يتخانق مع فريده بعيد عن الكل. بقولك ايه يا عيسى، اقفل دلوقتي بس ما تنساش تبعتلي صورة اللي اسمه علاء ده، عاوز اعرف شكله ايه، عشان في واحد واقف مع فريدة دلوقتي وبيتخانق معاها بس مش عارفة مين. طيب ماشي بس خلي بالك من نفسك. اقولك حاولي تشغلي تليفونك على فيديو وصوري اللي بيحصل، ويا ريتك كمان تعرفي تصوري صوت وصورة. طيب اقفل وانا هتصرف. فريدة بغضب انت اتجننت؟ ايه اللي جابك هنا؟ افرض حد شافك وراح قال لي عايزة انك بتيجي الشركة وبتشوفني عادي، ما هو عارف ان انا بحاول اخلص معاكي موضوع الاملاك اللي خدتيها منه، وبعدين اللي هنا موظفين جداد زي ما اتفقنا، يعني عمرهم ما هيعرفوا يوصلوا لعيسى، امال انا ليه فكرته بالبيت القديم؟ عشان يبعد عنك، بس الظاهر كده ان هندم ان انا بعدته عنك. مش دي كانت خطتك برضو؟ وانت اللي جبتني هنا علشان انصب على صاحبك عيسى، واديني طلعت اشطر من ما كنت متخيل وخليته يعمل لي توكيل واخدت كل حاجة منه. بذمتك لو كنت فضلت هنا جنبه 100 سنة كنت هتعرف تعمل كده؟ واللي استفدته لما قعدت اخطط وارتب وانت خدتي كل حاجة على الجاهز. لاخر مرة بقولك يا فريدة لو ما كتبتليش نص اللي خدتيه باسمي هظهر الورق اللي خدته من توفيق قبل ما اقتله، اللي بيأكد ان التوكيل اتلغى بكام دقيقة قبل ما تاخدي كل حاجة ليكي، ومعنى كده ان كل اللي معاكي ده باطل. المفروض ان اخاف يعني دلوقتي؟ طب انا عشان عارفة ان انت زعلان ومتضايق هعديها لك ونبقى نتكلم بعدين. لا هنتكلم دلوقتي، وهتيجي معايا حالا وهتكتبي كل حاجة باسمي قبل ما عايز لحظة معايا اتاريك عشان تعرف اخباري وتأمن نفسك انت وهي. لا وكمان ايه، قتلت توفيق والتوكيل طلع ملغي اصلا. علاء اتصدم من كلامه، واللحظة حس ان كل اللي خطط ليه هيروح، علشان كده بدون تفكير مسك السكينة وكان عاوز يقتله. هات الفيديو اللي معاك، على جثتي يا عايزة انك تبوظ كل اللي عملته. انت ايه يا اخي، لازم كل حاجة تبقى ليك لوحدك؟ ده انا قتلت توفيق علشان كان عاوز يعرفك الحقيقة، فاهم يعني ايه قتلت؟ وبرضه مش هاخد حاجة، بقولك هقتلك لو ما جبتش الفيديو دلوقتي. هات تليفونك. عيسى ما كانش خايف منه، وفي لحظة اتفاجئ علاء ان البوليس وراه جم علشان ياخدوه بعد ما اعترف بكل حاجة، وعيسى فضل يبص عليه بحزن وحسرة.
وبعد شهر في شركة عيسى، كانت رحلة طويلة قوي، وحشتني كل حاجة في الشركة، ورجعت وانا عارف قيمتها المرة دي. بس تعرفي، رغم الغدر اللي شفته منهم، رغم ان انا اتعلمت كتير من التجربة دي، يعني هتعمل ايه؟ هقرب من الموظفين وهرجع القدام منهم، ما هما برضو غالبا ملهمش ذنب، وكل اللي يهمهم يلاقوا قرش حلال يصرفوا على عيالهم. واديني الحمد لله خلصت من فريدة وعلاء، وعرفت ارجع حقي بمساعدتك طبعا. لا شكلك فعلا اتغيرت وانا ما خدتش بالي. عد الجمايل بقى، اديني خلصت لك الحكاية كلها، ولولايا ما كنتش رجعت الشركة تاني. انا عمري ما هنكر ده، انت عملتي معايا كتير يا ليلى، ولسه مصمم على كلامي. انت احلى حاجة حصلت في التجربة اللي قابلتني. هو انت كده بقى خلاص هتمشي، مش هتيجي الحارة تاني ولا تسكن قدامي؟ ما انا الحمد لله رجعت القصر، بس هسيب البيت برضه احتياطي، مش هبيعه، احسن بعد الشر تحصل لي ازمة تاني. معاك حق، ان شاء الله ما تحصلش حاجة تاني، رغم طولة لسانك اللي كنت بشوفها منك، بس هتوحشني اشوفك. استني يا ليلى، رايحة فين؟ انت مش هتمشي من هنا، انا عاوزك جنبي على طول. قصدك ايه يعني؟ اشتغل هنا في الشركة بشهادتي زي ما كنت؟ لو عاوزة كده انا ما عنديش مانع، بس متهيالي مش هينفع تكوني مرات صاحب الشركة.